يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انت شايف احنا بنظبط مكتبة جديدة. بص لك هنا بقى، بص لك هنا. احنا بنظبط مكتبة جديدة، ولكن يعني ايه، قلت استغل الوقت وانا بظبطها واتكلم معاك يعني. عادة الفيديوهات اللي هي بقى تعال اوريك انا مكتبتي والكلام ده ما بيبقاش مفيد، يعني انت مش هتطلع حاجة من الفيديو. فانا قلت لا، يعني انا هقول حاجات بقى، فخليك يعني ايه اكني عملت فيديو عشان ف ممكن نتكلم بقى عن الكتب، يعني ممكن اوريك الكتب عامة. كان في ناس كتير قالت لي يعني ورينا لفة في مكتبتك، فممكن اخليها كده واتكلم بقى. يعني احنا مأجلين فيديوهات قد كده يعني عن القراءة وازاي تقرأ وازاي تستفيد وتقرأ ايه وليه وازاي وامتى وكده، وازاي تقرأ في هذا الزمن السريع المريح اللذيذ المختل. فاحنا يعني القراءة فيه صعبة وهكذا، فيلا بينا نتكلم عن الحاجات دي وابتدي ارص واظبط الديكور. يعني انا مش عارف، يعني انا صورت الحاجات دي، وصورت الاوضه وكذا وبعتها الاي اي، فقلت له ظبط لي سيت اب، يعني اعمل لي حاجه. فقال لي انت هتقعد هنا كده والكاميرا تتحط هناك كده، مش عارف انت هتبقى، واجيب معايا المكتبه وحته من هنا بس، ودي بقى اللي ارميها احطها قدام ولا في اي حته. فمش عارف ده هيبقى افضل حل. استنى، هو المكان ده كويس يعني لو ظبطت كده. اقول لك بص، تعال نسمي الكادرات، يعني تعال نخلي الكادر ده مثلا كده كادر واحد كده. اوكي، تعالى نخلي يعني انا اقعد، يعني ممكن احط المكتب كده بقى عشان انا احط المكتب كده واقعد انا كده. ايه رايك؟ حاسس دي الطف صح؟ ما علينا، تعال نقوم طب نشوف المكتبه والدنيا والراس، عشان يعني مبسوط بيها قوي. تعالى بقى نشوف الكتب ونشوف الدنيا. ثانيه واحده. بص، لقيت نوتة كنت بجمع فيها افكار عن الكتاب، فيها حاجات كتير قوي عن الكتابه، يعني كنت مجمع فيها افكار حلوه يعني. خطوات علشان تقرأ وتعرف تقرأ في هذا الزمن زي ما قلنا، وعادات، وازاي تخلي القراءة عادة. حلو يعني. ماشي، ممكن نقول الحاجات دي، يعني نقول الحاجات دي واحنا شغالين كده، يعني حاجة لطيفة. ماشي. بيقول لك الشخص اللي ما بيحبش القراءة هو شخص لم لسه ما لقاش كتابه المهتم بيه. لاقي كتابك المهتم بيه اصلا عشان تحب القراءة. يعني ارص ايه فين واعمل ايه فين، مش عارف. طيب، يعني خلينا نقول احنا ليه مش بنقرأ دلوقتي عامة. ماشي. آه بديهي جدا ومنطقي جدا جدا ان الانسان لما يبقى قدامه كل المتع اللي هي حاصلة او اللي هي عندنا دي، لما يبقى الانسان عنده كل المتعة دي، بديهي ما يقرأش. انت لو في أوضة وقدامك موبايل او تلفزيون او فيلم او هكذا وجنبه كتاب، محدش هيمسك الكتاب. ليه؟ كتاب مزعج مرهق للنفس وهكذا. بص يا اسطى، وداعا ايها الملل. انيس منصور، طبعا هتشوفه بالشقلوب عشان بصور من الكاميرا الاماميه. ممكن اخلي فوق الكتب القديمه، وهنا مثلا كتب جديده، وهنا مثلا ايه مش عارف. بس خلينا نبص، اصلا مش عارف املاها كلها ولا اعملها زي الناس ما بيعملوا، اللي هو بقى احط ديكور ومش عارف ايه وبتاع. بس يعني ايه، ما علينا. خلي ده هنا عشان ده بقرا منه حاجه هحتاجها يعني. طب ما حلو، خلي الكتب اللي بقراها فوق، او لا خلي الكتب اللي بقراها هنا عشان تبقى سريعه، والكتب اللي خلصتها مثلا فوق. مش عارف. طب نخليها كده، نخليها كده. ايه رايك؟ طيب ماشي. خلينا نقول ثرثره فوق النيل. استاذ نجيب، استاذ نجيب محفوظ. الكتب دي قديمه يعني، بس بلاش اقول لك ده كتاب ايه. خليه هنا. انيس منصور برضه. توفيق الحكيم، تحفه طبعا. طعام لكل فم يعني. اوكي، خلي ده هنا. قتل المبتدئين، احمد مراد. طيب، لا كده في كتب بتتطاير. ده كتاب كنت كاتبه انا وشويه ناس زمايلي، مش هقول لك على اسمه عشان انا هعدمه خلاص.
احطه برضه هنا، خليه فوق. قصصات قابله للحرق، دكتور احمد خالد توفيق. الكتاب ده جاي لي هديه من سيد صديقي. سيد، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ يعني يا رب تكون بخير. كتاب تحفه. يعني احنا كنا في فتره ما من حياتنا ما سبناش قصقوصه الدكتور احمد خالد توفيق. كنا يعني انا قرات له كل قصقوصه حرفيا من الورق اللي كان بيمشي يحطه في جيبه يعني، وهكذا، والمجلدات والكتب وحاجات كتير. فانا بعشق الكتاب ده. ماشي. الانسان لابد ان يبقى عنده ثقافه ماليه. هل الكتاب ده جامد ولا وحش زي ما بيقولوا؟ عليه مشاكل وكذا. انت ممكن تقراه وتسمع برضو الريفيوهات اللي هم قالوا عليها وتقرر انت. يعني هو مش شبهنا وبيتكلم في عالم مش عالمنا ومش، بس هو ستيل جواه حاجات لو طبقتها هيبقى كويس يعني. تمام، مش كل حاجه هتبقى قليله الادب. طبعا دكتور احمد خالد توفيق. اوكي، مش عارف، انا هرص اي حاجه وبعد كده ممكن ابقى اظبط. الطب والرياضه، الكتاب ده قراته في ثانويه عامه، في ثانيه ثانوي. كنت بلعب بقى ساندا وكيك بوكسنج وبتاع، فكان مهم قوي ان انا اقرا حاجه عن الطب والرياضه. الكتاب على فكره فيه معلومات يعني. بص، تلاقيني حطيت عليه شويه، ايه ده، شويه هايلايت على شويه حاجات حلوه. على فكره ممكن ابقى والله اشوفه تاني. ماشي. يا دكتور ابراهيم الفقي العظيم. دكتور ابراهيم الفقي عليه مشاكل كتير قوي، و حقيقي هتكلم عنه. يعني دكتور ابراهيم الفقي عظيم. فانا يعني بغض النظر عن كل الحوارات اللي حصلت، انا ستيل بحبه لانه اثر في شخصيتي في جامد في فتره ما، وهي فتره الثانويه العامه. وهعمل عنه يعني، هعمل عنه فيديو. لازم دكتور ابراهيم الفقي ربنا يرحمه يا رب. وايه يعني، مش عارف احط كتاب فين، خليه في الاخر. الكتب اللي مش عارف احطها فين خليها الاخر. نجيب محفوظ، حديث الصباح والمساء. ممكن افلتر يعني، احط الناس اللي جنب بقى، يعني نجيب محفوظ جنب نجيب محفوظ وهكذا، ولا احطهم ازاي، ارصهم ازاي يعني. انا عمري ما رصيت كتب برصه، فمش عارف. تحفه الكتاب ده. مصطفى صادق الرافعي، تنظيم السري. اوكي. دكتور احمد خالد توفيق، دكتور احمد خالد توفيق. ادهم شرقاوي، سيكولوجيه المال. حلو ده، ممكن نخليه قدام. ابص هرص يعني وبعدين ابقى ارتب يعني. انفاسنا اوجاع، ده ديوان شعر لمداد، اخويا مداد المبارك. اقول له يعني ايه، ديوان جامد بصراحه. ويعني هو باين من الغلاف وباين من الكلام يعني. ديوان خطير عامه، انصحكم تشتروه تقرأوه هكذا. بتاع اخويا ماي براذر. طبعا عارفين انتوا ستيفن هوكينج، الراجل اللي قفشوه في جزيره ابستين، حسبي الله ونعم الوكيل. بيتكلم تاريخ موجز عن الزمن. فانا كنت بتاع فيزياء وبتاع كيمياء، فلازم افهم الكون وهكذا والذرات. انا مثقف بقى، فكنت جبته زمان جدا اول ما دخلت اولى كليه، فكان لازم افهم الحوار ده. وقراته مرتين ثلاثه يعني. السلام عليكم يا صاحبي. يعني مطيب جدا شويه رسائل، فهو مطيب قوي للنفس وهكذا. حاسس ان احنا عمال اتكلم في كتب كتير قوي مش هتخلص. فانا مش كل كتاب هقعد بقى ايه اقول، فاهم يعني. انا هرص كده بجد يعني، شايف كتب كتير وبعدين ممكن بقى يعني بعدين نشوف الحوار ده يعني بعدين. اوكي. ممر الفئران، دكتور احمد خالد توفيق. انا ممتن جدا للشخص اللي جاب لي الكتاب ده، صنايعية مصر. ده برضو كتاب انا مشارك فيه، كاتب اهداءات وحاجات. خلي الكتب دي كده هنا. ارض الكولا، خلي هنا الروايات، خلي الروايات تحت. ماشي. لغز وراء السطور، ده كتاب مهم، خليه فوق. بس انا بقى هبتدي برضو كتب مشارك فيها، برضو كتاب مشارك فيه، كتاب مشارك فيه، كتاب مشارك فيه. يعني ما شاء الله، عايزين نكتب كتاب بقى. عندي هنا كمية ورق حرفيا ممكن يعملوا 5-6 كتب، بس عايز حد يقعد يفنطهم، حد يقعد يرتبهم. انا بكتب وارمي، اكتب وارمي، اكتب وارمي. وبعد كده بقى لما لقيت مفيش فايده قلت خلاص انا هعمل فيديوهات بقى يا جماعه. كتاب بكتب وارمي، فاعمل فيديوهات وبوست بقى بدل ما ارميهم. يعني في افكار هنا عايز انزلها، فطب اعمل ايه؟ يلا بقى نتكلم عنها. طالما كده بترميها، ما نتكلم عنها بقى، ويعني يبقى علم ينتفع به ونتعلم كلنا سوا.
فان شاء الله عن قريب نبقى نعمل حاجه محترمه. بؤساء. طيب، مايند سيت، قوه الان. الكتاب اللي اتبنى بعده كتب وعلوم بعد قوه الان. ماشي. اللي ده برضو فوق مايند سيت. كتاب بقى الايه الاشهر في التاريخ، العادات الذريه. الكتاب اللي مش هزهق منه، مش يعني فاهم، بقراه كل سنه طبعا، وبرجع له عادي خلال السنه. انا بقرا منه دلوقتي مع اني خلصته السنه دي، ستيل بقرا منه. احمد زويل عبقري، بس مش شاهين، العبقري احمد زويل. العالم يعني، عصر العلم. كتاب محترم ومتفوق جدا يعني. طيب يعني كريم اسماعيل حبيبي، بحبه جدا جدا جدا. كنت جبت له الكتاب ده، يعني انا كنت عارف ان انا ممكن اما اسمعه هيبقى افضل من ان انا اقرا له، ولكن يعني اصريت ان انا اجيب الكتاب اول ما طلع واقرا له وكده. جلدته ويعني كتاب لذيذ برضه يعني. استراحه فعلا نفسيه، لذيذ، بيعرفك عن حاجات، خدت منه كام معلومه جديده، حلو. يعني المعلومات دي كلها انا واخدها من كريم اوريدي من الفيديوهات، ولكن يعني انا بحبك عامه يعني، والله يا استاذ كريم لو انت شفت الفيديو فيعني انا بحبك في الله طبعا، عشان الناس اللي انا بحبك في الله جدا يعني. بس دي الكتب اللي ايه ده، فصونا اوجاع، حطيناه ولا ما حطيناهوش؟ ده نسخه تانية، ده مش بتاعتي. ماشي، خليه ده، ممكن اعرضه كده عشان يبقى ايه. احط كده، شيل الكتاب ده. حلو، ايه رايك؟ يبقى باين. ماشي، خلاص اظبطها اهو كده. عشان بقى بتاع اخويا بقى وكده واسطه، وكتبي رميتها انا فوق عادي، فاهم يعني ايه. عايزين بقى اروح اجيب بقيه الكتب يعني. ردا على السؤال يعني ردا على السؤال بتاع الناس اللي هو كانت بتقول لي انت قرات كل الكتب دي. يعني انا عايز افاجئك واقول لك ان مش دي كل الكتب اللي عندي، ومش دي كل الكتب اللي انا قراتها. لسه في كتب تانية، في كتب في الاوضات تانية، في كتب على الموبايل، في كتب على التابلت، في كتب على اللابتوب، في مكتبه كامله تانية ديجيتال يعني بقرا منها. ف ده غير الكتب الصوتيه، يعني غير الكتب الصوتيه، غير الكتب اللي قرات لها وشفت لها فيديوهات ملخصات. ما تعتبرش قراءه كتاب، ولكن ستيل انا عرفت المحتوى بتاعها، فلو عجبني بروح اقرا الكتاب. يعني بعد ما بسمع ملخص لكتاب، لو تمام والدنيا جميله وفي افكار فعلا وفي مثلا حاجات ممكن اطلع منها جديده، بروح جدا اقرا الكتاب عادي، ليه لا. يعني كل اول 3 شهور من السنه ببقى متحمس جدا وناهم في القراءه. خصوصا السنه دي كنت بحضر لشويه حاجات كده، فكنت محتاج اقرا اكتر ازيد. فعملت ايه؟ كنت كل اسبوع بخلص كتاب. فيعني انت ممكن تشوف ايه كل اسبوع كتاب، انت عبيط ولا ايه؟ عندنا والله وقت متسع من الوقت. ساعتها انا كنت ناهي سوشيال ميديا، كنت بس برفع شغلي وحاجتي وهكذا وخلاص. وبقضي وقت في المواصلات كتير جدا، بقضي 3 ساعات في المواصلات. 3 ساعات ده ممكن تخلص فيهم كتاب مرتاح قراءة عادية. فبس كانت عندي مشكله بقى ان انا وقت المواصلات ده لازم اقرا فيه كتب معينه. يعني في كتب مثلا زي العادات الذريه، وفي كتب تانية بتبقى كتب تطبيقيه. انا بحب الكتب اللي مش كلام وخلاص، بحب الكتب اللي يبقى فيها تمارين، فيها تطبيق، فيها حاجات وهكذا. فبحتاج ان انا ادون واكتب واخطط واشد واعمل. فدي ما كنتش بعرف اعملها في المواصلات. المواصلات كانت عايزه كتاب كده، كتاب فاهم، رايق اكتر، كتاب نصايح اكتر، كتاب نظري يعني من الاخر. فيعني عادي جدا انك تقرا كتاب في اسبوع. نرجع بقى للسؤال بتاع هل انا قرات كل الكتب دي؟ بس الاجابه السريعه لا، مش كل الكتب دي قراتها. الاجابه التفصيليه، انا زمان كنت من النوع اللي هو لو جبت كتاب لازم اخلصه، ما ينفعش ان انا ما اخلصوش. الكتاب بقى وحش حلو وانا لازم اخلصه لاخره عشان احكم عليه واشوف هو كويس ولا لا. طيب ماذا لو الكتاب وحش؟ هو ليه اكمله؟ ماذا لو الكتاب مش اهتماماتي؟ وده حاجه من الحاجات اللي بتخليك ما تكملش قراءه كتاب، او بتخليك تزهق من الكتاب. ان انت مثلا كتاب وليكن تحفه الحبيب، ده كتاب ديني مثلا بيتكلم عن تفسير 40 ايه من كتاب ربنا اللي هو القران الكريم. طيب انا واحد يا عم مش مهتم اكتر دلوقتي بالدين، فمش عايز اقرا الكتاب. فهتقرا الكتاب هتحس ان هو كتاب ملوش لازمه بالنسبه لك. نفس الكلام مع الروايات. لو انت بتقرا روايات، انت واحد ما بتحبش روايات وهكذا، انت عشان تقرا لازم تختار كتابك المناسب بجد. طيب انا كنت بغلط الغلطه دي زمان، وكنت بمسك الكتاب من اوله لاخره لازم اخلصه. طب دلوقتي لا، يعني لو جبت حتى كتاب، حتى لو اشتريته
ولقيته مش مناسب ليا خلاص مش هكمله. انا ايه اللي يغصبني اكمل كتاب كامل وانا مش راضي عنه او انا مش حاسس ان انا هستفاد منه دلوقتي؟ هي خطوات قايمه على بعضها. انا وليكن يا سيدي مدرس ميكانيكا، فانا محتاج اذاكر العلم اللي هو بتاع الميكانيكا. ليه اروح اجيب كتاب مثلا في الجغرافيا واقعد اقرا فيه واضيع فيه 3 ساعات لو هتقعد تقراه على بعضه، او تضيع فيه اسبوع شهر على حسب انت بتقرا الكتاب في قد ايه؟ طب ما اجيب كتاب في علم الميكانيكا يساعدني ابقى احسن، يساعدني ابقى اجمل. فلو جبت كتاب وانا فاكره هيساعدني وقرات شويه منه ولقيته لا ده بيتكلم في نقطه ثانيه او حاجه انا مش مهتم بيها، يا باشا اركنه خلاص. عايز بقى تبقى تبدله بقى مع زمايلك ترجعه وتجيب غيره، مفيش مشكله. الكلام ده كان في الاول، لكن كنت بشتري وخلاص، اللي هو اي كتاب هات اي كتب هات أي كتب، فاهم؟ لكن بعد كده خلاص بديت افهم ان هو لا، انت محتاج تجيب كتب انت مهتم بيها، انت محتاج تجيب كتب انت هتقراها عشان ما اجيبش واركن. وبعد كده ابتدت الكتب تبقى غاليه جدا، كتب غليت، فبقيت اعمل ايه؟ بقيت انزل PDF من ناس مثلا او مصادر تكون كتب فيها كويسه مش مسروقه، كتب ليها حقوق نشر مش عارف ايه وبس. فانت ممكن تجيب كندل بقى وتجيب حاجه لو انت الكتب غاليه بالنسبه لك زي حالاتي. آه، لكن محدش بيقرا كل الكتب عامه من الاي تو زد يعني ولو حد عنده مكتبه كبيره كده وقال لك انا قرات كل كتاب من الجلده للجلده، يعني لازم تشكك في كلامه، لازم تشكك في كلامه. مش عشان ما حدش يقدر يعملها، لا عادي جدا ممكن تعملها، بس عشان في حاجات كتير جدا انت لو قارئ فعلا هي مش هتستهويك، مش هتحس ان انت بتقرا فيها. في ساعات انت كده بتبقى دماغك اكبر من الكاتب ده فعلا، تحس ان انت بتقرا. انا في فتره وانا في الجيش عمال اقرا وانا متضايق، وقبلها كانت في ثالثه ثانوي كنت عمال اقرا وحاسس ان مفيش حاجه. فاخويا ساعتها قال لي ايه؟ ساعتها قال لي لا ابتدي اقرا بقى مترجم، فعشان فكرك ينضج ومش عارف ايه وبتاع، عشان انت زهقت كنت انا عمال اقرا في روايات وكده. فقال لي لا اقرا بقى مترجم. فرحت جبت كتاب العادات السبع للناس الاكثر لا للمراهقين الاكثر فعاليه بتاع شين كوفي، اللي هو ابن ستيفن اركوفي تقريبا، ستيفن اركوفي. فهو بتاع بتاع ابنه بقى، بتاع شين كوفي ده. العادات الاكثر فعاليه للمراهقين، العادات السبع للمراهقين الاكثر فعاليه، هتلاقيه جوه اجيبه لك دلوقتي وانا بجيب الكتب. الكتاب ده شحته لكل الناس كده، كنت ساعتها فرحان بقى، كتاب مترجم يعني هو اصلا وافكاره بقى قويه جدا. كتاب لسه انت بتتكلم في عادات ايه الجمال ده، فاهم؟ حاجات بتدخل العقل كده قويه، فتمام. فكنت مبسوط، تجربه كانت لذيذه. بعد كده المكتبه دي كانت في شارع، فرحت بقى المكتبه دي وبقيت بقى صاحب الراجل، هو خلاص بقى عارفني، بقيت اروح له اقول له عايز كتاب كذا يظبطه لي واجيبه منه، وكنت بحوش الفلوس دي من مصروفي. وجبت بعد كده كتاب ابقى قويا، يعني كانت مغنيه كده عامله 365 يوم كل يوم بتقول الحكمه. وابتديت اشتري شويه كتب بقى تانية مترجمه اقراها، انا مش فاهم يعني الكتاب ده حلو ولا وحش، بس كنت بخلصه غصب عشان اشوف. وكنت مستمتع لاني كنت لسه في بدايه القراءه، في بدايه العلم. فانت اوريدي عمال تاخد كلها معلومات جديده بالنسبه لك فحلوه. عارف انت لما اجي اقول لك دي قهوه وده شاي، انت لسه لا تعرف يعني ايه قهوه ولا تعرف شاي، فانت اكتسبت معلومتين جداد، فانت مبسوط. ممكن تروح تقعد مع حد تاني تقول له انا عرفت النهارده ان في انواع من المكيفات حلال حلوه اسمها قهوه واسمها شاي، هبقى اخدك تجربهم وهكذا. انت طبعا مبسوط ان انت عندك حاجات تقولها، مبسوط ان انت عندك علم في دماغك تقوله، فكنت مبسوط. بعد كده بقى لا يعني خلاص ابتديت افلتر. نرجع بقى لفتره الجيش، عمال اقرا ومفيش فايده. فكنت بتكلم مع واحد صاحبي بالصدفه بعد ما صلينا الفجر كده قاعد، فبقول له والله احنا يعني كنا بنصلي الفجر جماعه سوا يعني، فبقول له والله الانسان مش عارف يقرا مش عارف ايه، وكل ما اقرا حاجه احس ان هي مش قال لي عبد الله انت بتقرا غلط. يعني هو صديقي حجازي، لو انت بتشوف الفيديو ده يعني ايه، يعني بسلم عليك. فقال لي انت بتقرا غلط، يعني حاول تقرا حاجه تكون مفيده ليك دلوقتي، او حاجه تكون ترجعك للقراءه، وحاجه عامه تكون قد عقلك. قلت له يعني ايه قد عقلي؟ قال لي ممكن يكون انت بتقرا الكاتب هو اقل منك، او عامه اسلوبه للناس العاديه انت مثلا عليت شويه، مش عشان انا جامد بس هو اوريدي الانسان لما بيقرا خلاص انت بتتطور، بتكتسب مصطلحات لغويه. حتى لو انا يعني وانا بتكلم معاك ممكن اقول لك مصطلح بالعاميه عادي، يعني مثلا خطه اقول لك مثلا عادي خطه، تجربه هقول لك تجربه. دي ما تدلش على اني مثلا لا انا بكلمك عشان ايه احنا متعودين على الكلام ده بالبلدي، ولكن هو بتكتسب مصطلحات لغويه فعلا، فعلا، وبتكتسب حاجات وبتتكلم، بتلاقي لسانك ابتدى وافكارك ابتدت ودماغك ابتدت ولمعت وهكذا. فقال لي لا اقرا كتاب كذا وشوف ايه الدنيا. قرات الكتاب، كان كتاب مسلكيات الدكتور ابراهيم الصقران. الكتاب فتح نفسي جدا، لفت نظري لحاجات كتير كنت انا مثلا في الايام دي مغفل عنها او غافل عنها. وبدات بقى ادور تاني الكتاب اللي انا عايزه في الوقت ده فيفيدني.
لا يعني بتقرا، دي بتساعدك انك تقرا كتير، بتساعدك انك تمسك الكتاب تخلصه عادي وانت مش متضايق وانت مش زهقان وانت عندك كلام تقوله وهكذا. فاول حاجه عشان تعرف تقرا هي انك تنقي الكتاب. او ما اجيب بقيه الكتب بقى واجي. اوكي جبنا الكتب. طب هنرصها. طيب عايزين بقى نقول يعني، خليني افتح كده اقول انا كنت قايل ايه هنا. ازاي تخلي القراءه عاده؟ في كتاب العادات الذريه كان بيقول لك علشان تكتسب اي عاده في كده 4 خطوات بتعملهم علشان تكتسب عاده جديده. اول حاجه هي انك تجعلها واضحه، تخلي العاده بتاعتك دي واضحه يعني ايه؟ يعني تفضل قدام، مش بالنيه، ما تقولش انا عايز اقرا كتاب وفي دماغي كتاب، لا يعني هات الكتاب اللي انت عايز تقراه اللي هو في الحاجه اللي انت مهتم بيها، خليه قدامك، حطه دايما قدامك على الترابيزه مع الموبايل جنب انا بعمل دايما ان هو الكتاب دايما جنب الموبايل، ده الموبايل ده الكتاب. فكل مره باجي امسك فيها الموبايل لا خلاص بقى فكك وامسك الكتاب وهكذا، وامشي بيهم الاثنين كده. فدي برضو واضحه قدامك. ف بس لازم طبعا يكون انت عايز كده، لازم تكون انت عايز كده بجد يعني. تاني حاجه كنا بنقول انك تجعلها جذابه. يعني ايه جذابه؟ يعني خلي القراءه مصدر جذب ليك، فكك من موجه المثقفين ان ده بيقرا في كتاب والله كذا انا اروح اقراه، وده نشر لكتاب كذا، ومحمد صلاح كان ماسك كتاب فن اللامبالاه يلا بينا اهرب على اللامبالاه، هتقراه مش هتفهم حاجه هتتضايق فهتسكت. يعني فاهم، فكك من موجه اللي انت تمشي ورا اي حد يقول لك اقرا الكتاب ده، لا يعني دور على الكتب اللي هي مصدر جذب ليك دلوقتي، حتى لو روايات، حتى لو كتب في لا لاند يعني براحتك. الروايات كويسه، مش قصدي حتى لو يعني اصلا حتى لو حاجه انت مش مهتم بيها دلوقتي. يعني مثلا عشان انا اكتر الناس اللي هنا كلها تقريبا مهتمه بالسيلف ديفلوبمنت والانتاجيه ومش عارف ايه بتاع، فالروايات بالنسبه لها ممكن تكون مش مهمه. تالت حاجه بقى هي انك تجعلها سهله، وتجعلها سهله يعني ما تخليش القراءه مصدر يعني ضيق عليك. ما تقولش انا هقرا الكتاب ده كله النهارده، ده كده مش سهله، بالعكس ده صعبه جدا، والمخ بيقعد يترجم الكلام ده اللي هو الراجل ده اهبل، الراجل ده انا هكرهه في القراءه لانه اهبل بيقول لي اقرا كتاب في اليوم. ولكن لو قسمت فضلت بقى تقسم وتظبط وكده، اللي هو مثلا 10 صفح في اليوم، 15 20 50 على حسب مقدرتك، او تقول اسوأ الظروف خالص هقرا مثلا صفحه، تمام، فكل يوم هيعدي انت كده كده قرات، حتى لو صفحه، حتى لو مقال، حتى لو فاهم. خليها سهله بالنسبه لك، خليها مريحه، ما تخليهاش لا. اجعلها بقى مرضيه، دي رابع حاجه، اجعلها مرضيه مشبعه. يعني ايه بقى مرضيه ومشبعه؟ حاول تقرا في موضوعات انت شغوف بيها زي ما قلنا، حاجات انت مهتم بيها، ممكن تشارك العلم ده مع صاحبك، هتستمتع جدا، تحس له الله فاهم ايه ده. يعني لما تتعلم حاجه وتطلع تعلمها زي ما انا بعمل كده دلوقتي، انت بتستمتع جدا، اللي هو طب ما ده حلو، طب ما اتعلم تاني، طب ما اقرا كتاب تاني، وانا قرات الكتاب الاولاني وقلت علم والشخص اللي قدامي عجبه ان انا بعرف اوصل المعلومه وانا بعرف اشرح، طب ما ليه لا، يلا بينا نعمل تاني وهكذا. فتقرا وتوزع اللي انت قراته ده، يعني بدل ما انت بتتعلمه بس علمه الاثنين ثلاثه اربعه، فانت نشرت فكر جامد، نشرت حاجه ايجابيه، نشرت حاجه فعلا هتغير في غيرك، فليه لا اعمل كده. هتحس ان هي مرضيه بالنسبه لك ومشبعه. ممكن تعمل جو بقى للكتابه. انا بس زهقت من القعده فهقوم. ممكن نشيل الكتب دي بس نوديها في اي مكان. يا سلام يا سلام، او نرصها يعني ونتكلم. خلينا نرصها ونتكلم. اتاكد بس ان هو بيسجل. تمام. كنا بنقول ايه بقى؟ يطلع فوق. يا سلام، متشاف انا كده؟ ماشي. كنت بقول لك تعمل جو للقراءه، انك مثلا تقعد في مكان حلو في اوضتك بتحبه، تهيئ البيئه. انا الاول كنت بحب افرش حاجه على الارض شكلها كويس قوي، وارش معطر واحط واقعد واروق دماغي واقعد بقهوتي وبتاع في الارض، حلو جدا. مش لازم يبقى عندك مكتب واوضه مخصوص يا باشا انت لو قاعد في المواصلات بس هات لدماغك مش عارف ايه وبتاع، وروقت على حالك فتمام، يعني ده هيبقى حاجه كويسه. فاعمل لنفسك جو كويس للقراءه. هات بقى فنجان قهوه كويس لنفسك لو انت بتحب تقرا مع القهوه. اصل انا عمال ببوظ حاجات. ممكن نحط ده هنا، مش عارف يعني. حاول تعمل لنفسك جو كويس قوي للقراءه. ممكن الحاجه اللي تقراها لو عايز تعلمها لحد بس مش عارف، انت لسه البابليك سبيكنج عندك بايظ، الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك مش احسن حاجه، مش عارف تتكلم مع الناس، اعمل بوست على الفيسبوك، اعمل بوست وانشر فيه الكلام ده. يعني اقصد ايه؟ اقصد ما تسيبش نفسك، يعني ما تسيبش نفسك عامه لينا ده هنا. يعني اتصرف، اقصد اتصرف. يعني انا عايز الكتاب ده بصراحه، عايز اديه لحد بجد، اقسم بالله الكتاب ده من اوائل الكتب اللي انا جبتها وكنت مصر جدا ان انا اخلصه. زي ما قلت لك كنت في البدايات بقى زمان،
وكنت بجيب كل الكتب ولازم اقراها ومش عارف ايه بتاع. هو والكتاب ده، الكتاب ده خلصته في ساعتين او اقل من ساعتين في يوم واحد. كنت المهم يعني فكك من انا مش عايزهم عامه، يعني انا مش عايز، ممكن حد ياخدهم ويدينا اي حاجه، يعني ممكن تاخدهم تعزمني على كوبايه قهوه بجد والله حرفيا، يعني ما لهمش لازمه في مكتبتي فاهم، وما اظنش ان انا ممكن اقراهم تاني يعني. حد ياخدهم ويجيب لي كوبايه قهوه، او هات لي كتاب يا عم او اي حاجه. هم روايات عادي، الكتاب ده برضو مش عايزه، ما علينا يعني. ابقى احاول اعمل كده ان انا ابدل معاكم كتب، لو حد ياخد كتب ويديني كتب من الكتب اللي هي الغريبه بتاعت. ماشي. أه... كتاب ابن قوية اللي كنت بقول لك عليه هو ده. 365 يوم في السنة، كل يوم بتحكي حاجة. يعني مثلا افتح لك حاجة عشوائية واقراها. آه ماشي، بيقول لك لا يمكن للذهب ان يكون نقيا ولا يمكن للبشر ان يكونوا كاملين. وبتقعد بقى تشرح، ده مثل صيني مثلا، فبتقعد بقى تشرح تقول لك من المهم انك مش عارف ايه، تعترف بضعفك وضعف عيوبك. والامر ده ممكن يبقى صعب في البدايه، ولكن مجرد ان تبدا في ادراك مواطن ضعفك وتقبلك انك تكون في قد امتلكت مكانه الان تبدا تحسين نفسك، وهكذا. البطء والثبات يجعلانك تستمتع بالسباق. يعني ماشي لذيذ. بس خلينا ده فوق، خليه هنا. انا هبتدي يا شفت بقى، ادي اخرة القراءة مع القهوة بتبهدل الدنيا. وعشان تقرأ بجد انت لازم تقلل كل المشتتات اللي حواليك، المشتتات اللي هي مش المشتتات العامة، ولكن مشتتات اثناء القراءة. يعني زي ما قلت لك ما تجيش تقرأ وانت قدام فيلم، قدام تلفزيون، وانت في ايدك موبايل. مش هتقرأ، صعب قوي انك تقرأ وانت معاك موبايل او هكذا، لانك ببساطه الدوبامين اللي جاي لك والاستمتاع والجمدان اللي جاي لك من الموبايل بسهوله وبمنتهى اللطف والجمدان احسن كتير من انك تقعد تقرا كتاب. يعني ليه؟ فاهم؟ ف عشان كده بنقول انك تجعلها واضحه قدامك، وتقعد بقى تحط بقيه الحاجات، تجعلها جذابه، تجعلها مرضيه ومش عارف ايه. لان ده شيء مهم انك تعمله. اهو كتاب وصل بتاع اللي انا كنت بقول لك، العادات السبع للمراهقين الاكثر فعاليه، ده بتاع شين كوفي اهو. ماشي، ده ابن ستيفن اركوفي. ده الكتاب الجامد اللي انا، وبعدين هو كان حلو بقى، لسه كان بدايه انها ترسم، هو تقريبا نفس كتاب ابوه بس هو خلاه للشباب الصغيرين يعني. الحقن الكتب هي اساس اي علم. يعني اي علم انت هتاخده هتلاقيه من الكتاب. كل الفيديوهات اللي انت بتشوفها، كل الافلام، كل برامج الراديو والحاجات دي كلها مصادرها هي كتب، كل الابحاث، كل مش عارف ايه. العلم هو من الكتب، ففي الاخر لازم ترجع للكتاب يعني. والقراءه طبعا بتساعدك في حاجات كتير قوي. القراءه بتخليك اذكى، القراءه بتخليك انسان اشطر، بتخليك مثقف، بتخليك عندك معلومات لغويه تخليك تعيش احداث وتكتسب مهارات وبتطور من نفسك، يعني بتفيدك في حاجات كتير قوي. فانت ما تسيبش نفسك الحياه من غير ما تقرا. يعني ليه انسان ممكن يبقى انسان قدامه قراءه وما يقراش؟ هتحس بفرق جامد. عامه انا هخلص المكتبه، ولو لقيت حاجه مهمه ممكن نتكلم فيها في النص هكلمك فيها اكيد يعني. ماشي بس